السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه 19 من مسلسل جوديا. دير لايك ابونا وما تنسوش تشجعونا في التعليقات. زيد عليها ان زيزو غادا تمشي للفيلا وغادا تقول لفطومه باللي هادشي اللي غاديه فيه جوديا راه ما كاينش اللي يحبسها الا ما تدخلاتش هي، وخاصها توقفها عند حدها قبل ما تزيد طغى عليهم تما. وغنكتشفوا بانه الحاج بن سالم ما غيقول حتى شي واحد على الفيرما اللي باغي يكتب الجودية. كريم بوحدو هو اللي عارف هادشي، وهنا غادي نشوفوا انه الحاج بن سالم غادي يزيد يكتب الجودية ممتلكات وحدين اخرين وغادي يتهلا فيها. وزيد عليها مع الحاج بن سالم بلي كيبات مع جودية كيكون ضارب داك الفريد، وهذاك الفريد غادي ياثر عليه بزاف، وبلي غادي يكون واحد النهار شرب داك الفريد غادي ياثر عليه وغادي يجي واحد الازمه قلبيه وغادي يسخف وتما فين غادي يموت. اما بالنسبه لكنزه وصاحبتها هبه غيجي النهار اللي غادي يمشيو فيه لعند الراجل الفيلا، وتما يكتشفوا باللي الحقيقه ديال هذاك السيد باللي راه ماشي عنده عيد ميلاد. هذاك النهار هو اللي كيعزل فيه الناس اللي لاباس عليهم، وكيبداو يتخيروا في البنات القصيرات تما. وهنايا كنزه ما عجباش الحال ومشات هي وهبه هربوا من تما ورجعوا في حالتهم للدار. وزيزو باقا غاديه في الخطط ديالها وحالفه بحلوفه حتى تطيح في الطومه. وزيد عليها راه مدير صافي شداتو بسنانها، عرفت كيفاش تلعب به وتا هو عاجبو الحال. هادشي اللي كدير فيه زيزو كتبين ليه بلي راه كتبغيه، وهي في الحقيقه راه ما كتبغي ما والو. وتمن الزواج ديالو بها راه غير مزور وما منوش، وهو راه باقي مضبع وما عايق الدنيا اخبار وما عارف حتى شي حاجه. زيد عليها في الطومه ملاهيه ملاهيه مع جوديه بزاف وحاطيها في الفيلا والتحركات ديالها. هادشي هو اللي مخليها انها ما عرفاش الحقيقه ديال زيزو. وزيد عليها من هادشي العربي غتبقى تبرزطو بزاف زيزو، تبقى تصوني عليه وتقول ليه انا بنتك وخاصك تعترف بيا، وهو ما كيعرفش شكون اللي كيصوني عليه، ولكن زيزو كتقول ليه انا راه هي بنتك بنت حليمه. وهنايا العربي بقى ضارو راسو وتخلع بزاف، لا مشيت تساق في الطوم الخبار لهذا الشيء كامل، حيت هي المره الاولى ديال شحال هذه كانت دات ليه الفلوس، اما هاد المره راه غتجري عليه. وهنايا كنشوفوا بانه جوديا ضرها راسها على شكون هي هاد السيده هادي اللي عارفه الحقيقه وكتعيط لزيد وكتعيط للعربي على اساس هي بنته، هي راه ماشي بنته، حيت بنات حليمه هي جودية وكنزة، ما كاين حتى شي حد اخر. هذه باينه غير عارفه الحقيقه ماشي كتخر، وباكا كتكذب على العربي. من بين الخطات اللي غادا دير جوديا باش تطيح بزاف الحاج بن سالم في الفخ، هي غادي تكذب عليهم وغادي توهمهم باللي هي حامله. وهنا الحاج بن سالم غيتصدم، غيقول كيفاش وعلاش، ولاني غادا ولكن جودي غادا تثبتو ويقول ليه انا حامله منك، غادي تقول ليه انا حامله منك الحاج. وهنا الحاج غادي يفرح وغادي واخيرا غيحس براسو باللي غادي يربي واحد من ولادو اللي من صلبو، هو فايت مربي وليدات وليني كيبقى وليدات الناس، وهو هنايا فرحان بزاف. وليني في الطومه بحال تقرصات بزاف. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش كتضم هي انه تكون جوديه حامله، وليني جوديه راه ما حاملاش. هذه خطه من الخطط ديالها باش في هذه الفتره هذه يبدا يكتب ليها ويبدا يكتب ليها في الممتلكات ديالها، يكتب ليها في الممتلكات ديالو. وغادي يشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يطراو في وسط من هاد الكذبه اللي دارتها جوديه. جوديا كتخطط باش انه من بعد ما ترجع الممتلكات ديالها وهادشي غادا تكمل علاقتها مع كريم. وداك الشيء اللي غادي نشوفوه من بعد هو غنشوفوا انه كريم حتى هو غادي يبغي النصيب ديالو من الممتلكات ديال باه، حيت بات كريم كان شريك مع الحاج بن سالم، وداك الشيء علاش جوديا غادا تعطيه الممتلكات ديالو غتعطيه حقه. وهنايا من بعد غادي نشوفوا بانه العلاقه بين كريم وجوديا غادا ترجع كيف كانت قبل، وغادي نشوفوهم بلي غادي يتزوجوا وغادي يعيشوا في ديك الفيلا اللي دابا ما غادي يبقى ساكن فيها من بعد حتى شي واحد، غتولي ساكنه فيها جوديا وكنزه وفاطمه والعربي والزوج ديالها كريم. من بعد غادي يشوفوا بانه الحاج بن سالم تاق في جوديا وبانها حامله، وهنا غادي يتهلا فيها ويكتب ليها كاع الممتلكات ديالو كاملين، حيت هو مبقى ليه والو في هذه الدنيا، وكيقول اللهم يضمن الحق ديال جوديا وحق ولدو من دابا، حيت الا مشى حتى توفى وما دير والو فديك الساعه غادي في الطومه غادي تجبد لهم المشاكل وغادي تقدر تجري عليهم بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش هو اضطر يكتب ليها كلشي. ولكن هنا غادي تدخل في الطومه في عداوه مع الحاج بن سالم وهو حي، خصوصا ملي غادي تعرف بلي راه كلشي تكتب الجودية. مازال غادي نشوفوا بانه ملي غادي يعرف الحاج بن سالم الحقيقه ديال جودية، حيت العربي غيقولها ليه وغيقول ليه بلي راه هذيك راها بنتي وجات باش تنتقم لداكشي اللي طرا في الماضي. وهنا غنشوفوا بانه الحاج بن سالم بقوه الصدمه غادي مع هو مريض بالسكر غادي تجيه سكته قلبيه وغادي يموت. ومن بعد غادي نشوفوا حتى في الطومه اللي غادي تشوف باللي ما بقى لها والو في الممتلكات ديال الحاج بن سالم، غادا تمشي لعند منير باش ترجع الممتلكات ديالها. ولاني منير غيكون دار كلشي في سميتها زيزو، وزيزو مشات ما بات ما صبحات. وهنايا فين
غادي تصدم بزاف في الطومه، وغادي تجيها واحد السخفه وغادي تطيح، ولكن ملي غادي تطيح وغتبغي تنوض غتلقى راسها تشللات. وهنا مازال الاحداث غاديين هكا، وجوديا غاديه مستمره في الخطط ديالها، واخا راها نجحات في الخطه ديالها، ولكن مازال غادي نشوفوا بانه غادي يكونوا حوايج جدادين اللي غادي يخرجوا من الجن، اللي غادي يقدروا يغيروا الاحداث ديال المسلسل. بانه العربي ولا مخلوع وخايف بزاف، حيت كل مره كيصون ليه التليفون وكتقول ليه انا راه بنتك. وهنا هو في الاول ما كانش عارف شكون، كان كيقول واش شيماء، قالت ليه لا انا بنتك من حليمه. وهنا يتزاد معاه الزيد، وداكشي علاش كان سخف في الحلقات اللي فاتوا. وهاد الحقيقه هادي بعد ما عرفتها جوديه يصحاب ليه العربي راه تصدمات، ولكن هي راه تصدمات من جهه اخرى، بانه شكون هو هذا اللي عارف الحقيقه ديال حليمه وباك تيتمرقن بهم، حيت كما كنعرفوا بانه حليمه هي الام ديال جوديه. وإلا هاد اختنا اللي صونات وكتقول ليه انا بنتك من حليمه، فراه حليمه عندها جوج بنات، عندها كنزه وجوديه، يعني ما كاينش شي بنت وحده اخرى. هذه اللي كدير التمرقين هذه شي وحده اخرى اللي عارفه الحقيقه، واللي هي زيزو عارفه هادشي عن طريق فطومه. وملي ما تشدش ليها العربي وما بغاش يمشي في اتجاه ديالها شحال هادي باش قال لي انا بغيت نرتكب الغلطه بحال الماضي، هنا بدات كتنتقم منه وبدات كتصون عليه وتعيط ليه. العربي متيق هادشي ويسحب ليه بصح راه شي وحده في بناتو ديال شحال هادي جايه باش تنتقم منه وتخرب ليه هاد الحياه اللي هو عايش فيها. حيت في الطومه الا مشات حتى ساقط الخبار لهادشي اللي طاري، فراه غادا تجري على العربي بصفه نهائيه. شحال هادي كانت دات ليه الفلوس، مي دابا غادا تجري عليه. جوديا ما غتصلتش ليها وغتبغي تقلب على شكون هي هذه اللي عارفه الحقيقه وباركه كتمرقن عليهم. بالله راه كانت عارفه هادشي غادي يوقع، لدرجه انه ملي كان سخف العربي بقات بالله راه هي كتفرج فيهم من بعيد وكتشوف، حيت زيزو راه هي مخدماها تما وعاطيها باش انها تتحكم فيهم، واي اخبار كدور تما توصلها. داكشي علاش هي عارفه بلي راه زيزو هي اللي غادي تصاوني وغادي تقول لهم هادشي، وداكشي علاش بالله راه بقات هي كتفرج من بعيد وما تدخلاتش وما عاوناتش العربي. مازال غادي نشوفوا بانه جوديا غادي تجلس مع العربي وغادي تقول ليه كون هاني، هذيك الحقيقه اللي سمعتها واللي عرفتها راه غتبقى غير بيناتنا، وحتى شي حد ما غيسيق الخبار. وهنايا العربي غادي تزيد تكبر في عينيه جوديا وغادي يشكرها بزاف. حتى من بلارا راه مشات لعند العربي وقالت ليه بلي راه سمعت كلشي داكشي اللي داير، بانه راه عنده بنات اخرين من اخرى هما اللي صوناو عليه. هادشي هو اللي غيخلي العربي انه غادي يتلاح على بلارا ويسد لها فمها ويقول لها هادشي خصو يبقى بيناتنا، وهو اياك تقول لها الفطومه. بالله راه بطبيعه الحال غادي تقول لي حيت هي مسدود لها فمها وما عمرها شافت العربي في ديك الحاله، فراه غادي تخاف منه. ولكن راه هي كتبين ليه بلي راه هي خايفه منه، اما هي داكشي اللي داخل عليه كبار من هادشي اللي دارت دابا. اما بالنسبه لكوثر غادي نشوفوا بانها غادي تبقى مريضه وعيانه، واخا غادي يديروا لها الماكله ويتبعوا الهضره ديال الطبيب، ولكن غتبقى حالتها هكاك. هنا فين غادي يتخلعوا عليها وغادي يديوها للسبيطار ويديروا لها التحاليل، وهنا غيكتشفوا بان عندها واحد المرض خطير وما عندوش العلاج. هنا فين غادي يتصدم بزاف كريم وغادي يبدا يبكي، وإيطو حتى هي وحتى جوديا غادي يبقى فيهم الحال كاملين. زيد عليها هنايا كريم هو اللي مزوي ديال بصح وكيبكي وكيحطهم حجر. وهنا فين غادي يشوفوا انه في الطو وهنا فين غادي يشوفوا انه جوديا غادي تمشي لعنده وتقرب منه غادي تقول ليه راه حنا معاك وحنا غنبقاو واقفين معاك، حيت ديك المده كامله اللي كان كيدوزها كريم هو كيتعذب من الجهه ديال جوديا، اللي كل مره كيجبدها ليه الحاج بن سالم في الموضوع وكيبدا يتهرب باش حيت هو ما كيبغيش يسمع الحاج بن سالم تيقول فيها شي حاجه زوينه وداكشي د الحب، حيت هو اصلا كيبغيها. زيد عليها ملي كتكون في الدار وكتبدا تهضر جوديا كيتجاهلها وكيدير راسو بحال ما كيعرفهاش وكيكمل هضرته غير مع اختو. هادشي كامل وزيد عليه بانه دابا اختو مريضه وما كاينش العلاج، هادشي كامل تيدمر كريم بزاف. ولكن هذيك الطريقه كيفاش كتهضر جوديا مع كريم وكتقول ليه حنا معاك كطمئنو ديال بصح. اما بالنسبه لايطو فاكتشفوا انه غادي يخرج لها الطلاق ديالها، ولكن واخا هكاك عمها ما غيتفارقش عليها وغيبقى يدور بها، وهادشي هو اللي كيخلع ايطو. وغادي نشوفوا بانه هنا فين غادي الزبير يبدا يوقف معاها ويبدا يصبرها وتحس بيه باللي واقف في جنبها. ومني غادي تجي حتى هو الفرصه المناسبه فراه هو غادي يعبر لها على الحب ديالو تجاهها، وغادي يقول لها بلي راه كنبغيك وان شاء الله كنتمنى نتزوجوا ونعيشوا حياتنا ترونكيل بلا صراع ولا مشاكل. الطفل الاول ما كانش مرحبا بالفكره، ولكن من بعد شاف التعامل ديال الزبير وكتفكر كيفاش كان دافع على هذيك المره مع واحد الراجل بغى يتحرش بها، عرفته باللي راجل وناس ويستاهل انها تكمل معاه حياتها. وهنايا فين وافقات. وغادي نشوفوا انه في الحلقات الاخيره غادي يتزوج الزبير بايطو وغادي تكون فرحانه ليهم جوديا. وغادي نشوفوا حتى كريم وجوديا غادي العلاقه ديالهم تبدا ترجع كيف كانت، خصوصا الحاج بن سالم غيطراو ليه شي حوايج الحلقات الجايين وغادي نقولوا لكم هادشي بالتفاصيل. كريم غيبقى فيه الحال بزاف على هادشي اللي طاري لختو، حيتاش ما جاو فين يكتشفوا هاد المرض هذا اللي عندها حتى وصل للمرحله الاخيره ديالو، داكشي علاش ما كاينش العلاج. اما بالنسبه لشيماء فبقات كتجرجر في راجلها وكتقول ليه لا اليوم غدا انا اليوم تصبحت عيانه، باقي الحال على باش
اما بالنسبه لشيماء بقات كتجرجر في راجلها، كل مره كتقول لي راه غادي نمشي باش نحيد البيبي اللي في كرشي، لا راه اليوم راني عيانه طاح لي الطونسيون، كل مره كدير لي السبابات. هنايا نبيل طلع ليه الدم وجا عندهم الفيلا وبدا كيغوت عليها وبغى يديها صحه، وليني هنا تدخلت في الطومه وقالت ليه بلي راه ما غاداش طيح داكشي اللي في كرشها. هنا قال لها راه غادي نمشي ندعيكم، قالوا ليه بلي فين هو الدليل اصلا، انت وشو وجهك ما فيه حتى شي ضربه، وزيد عليها ما عندك حتى شي شهود. وهنا حس براسو تدعق ومرضاش بهاد الحصله هذه اللي حصل فيها. اما بالنسبه لمنير فهنايا غادا تجي عندو زيزو غادي تقول ليه صافي راه لقيت البروجي اللي نقدروا نخدموا عليه انا وياك، غير هو هذا البروجي هذا كبير خاصو العوين، خاصو شويه الفلوس. هنا فين منير غادي يمشي عند مو وغادي يقول لها بلي راه بغى الفلوس باش يدير البروجي ديالو بحالو بحال الدراري صحابو. وهنايا هذه خطه من زيزو باش انها تكشطو ودير ليه الفلوس ديالو كاملين. حرب كبرات في وسط الفيلا، حيت كنشوفوا بانه في الطومه دورات جوديه، وهنايا تا بلارا معاوناها بزاف. وهنا كنشوفوا بان بلارا ولات كتخدم مع في الطومه كيف ما بغى الخاطر، وكتبدا تصنت على جوديه ملي كتكون هي والحاج بن سالم في البيت، وكتمشي بلارا كتجيب هذوك الخبيرات كتعطيهم نقيين في الطومه وكتعرف كلشي. هنا غنشوفوا عاوتاني باللي بلارا ما غاديش تبدا تسمع الهضره ديال جوديه، فيما تقول لها شي حاجه جوديه باغياها ما غاداش تبدا تجيبها ليها. وغنشوفوا بانه بلارا غادا تولي خدامه غير مع فطومه. وهنايا في جوديه غادا تواجه مع بلارا في الكوزينه وغتقول لها بلي انا هي مولات الدار وانا الري والشوار وانا اللي خاصك تسخري ليا، والا ما تخدمتيش ليا انايا راه غنجري عليك. هنا غادي تجي فطومه وغتقول لها لا هذه راه الخدامه ديالي انا وانا اللي جبت لهنا، الا بغيتي خدامتك سيري قلبي عليها في بلاصه اخرى، اما انايا هذه راه الخدامه ديالي. غنشوفوا بلي جوديه غادي تقول هادشي للحاج بن سالم. الحاج بن سالم غيقول بلارا راه خاصك تسمعي الهضره ديال جوديه هي الاولى، الا كنتي غادي تسمعي لي انا في وسط من هاد الفيلا فراه خاصك تسمعي حتى لجوديه، ولا ما عمرك شي واحد راسك قوليها لينا. هنا غنشوفوا بانه بلارا غادا تقول ليه بلي راه غير انايا هاد اليامات راه راسي دارني ومريضه، داكشي علاش ما كنسمعهاش ودنيا ثقيله عليا. غنشوف بلي الحاج بن سالم غيدوزها ليها، واخا هو راه ماشي دريري صغير، عارف بلي هادشي كامل تحت من الفطومه. هاد التصرفات كاملين اللي كديرهم بلارا غير باش تكسب الثقه ديال فطومه، وهادشي اللي كيطرا بالفعل ان فطومه كتعاود كلشي للخدامه ديالها باش ولات كتعاونها في هادشي ديال الفيلا وخصوصا ضد جوديا. وهنا غنكتشفوا بانه بلارا هادشي كامل كديرو لصالح زيزو، حيت هي خدامه مع زيزو وكتعاود ليا كلشي هادشي اللي طاري. ومن بين هادشي راه زيزو وبلارا فايتين كينصبوا على الفيلات وكيديو لهم فلوسهم، ودابا جات النوبه ديال فطومه. وماشي حيت زيزو صافي صاحبة فطومه بانها غادي تحن منها، راه ما صاحبتها ما والو، زيزو صاحبة الفلوس كيف ما حتى فطومه صاحبة الفلوس. ولكن زيزو طلعت الفعه كبر من فطومه، حيت فطومه بقات كتحضر من البراني، ولكن صاحبتها اللي صاحبتها ما حضرتش منها، وهذه هي الدقه اللي غادا تصدمها من بعد حتى غادي تولي مسببه ليها في الشلال. واحد الحقيقه اللي غادي نكشفوها اليوم هي ديال فطومه. فطومه راه محاربه مع الحاج بن سالم من شحال هذه، من هي باش كان مزوج من المراه الاولى ديالو، تما فين كان عايش حياته بخير، ولكن كانت عايشه مع اختو، وتما اختو كانت كدير ليه الفنيد في الماكله وتعطيه ليه في الماء، هذاك الفنيد ديالها ديال باش ما يولدش. يعني كانت ديما فيما كيبغي ياكل شي حاجه كانت كتحط ليه داك الفنيد، داكشي علاش مرته الاولانيه ما ولدش معاها. وكذلك دابا عاوتاني كتبغي تحارب معاه باش انه ما يكونوش عنده الاولاد. هادشي كامل على قبل باش ما يكونش وريث في العائله اللي يدي الممتلكات ديال الحاج بن سالم، هي طامعه في الاملاك ديال الحاج بن سالم تاخذهم هي كاملين. داكشي علاش كتحارب هي دابا مع جوديا. وفي الاول كانت قالت ليها باللي الا كنتي طامعه في الورث راه الحاج بن سالم راه ما كيولدش، ولكن جوديا ما جاياش على قبل الورث، السيده جايه على قبل الانتقام، يعني يكون كيولد ولا ما كيولدش، المهم هي باغيه تاخذ حقها وحق امها واختها. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الحلقه، دير لايك ابونا وشجعونا في التعليقات، ونشوفكم في فيديوهات جايين. بسلامه.